وهتغير طريقك اللي انت ماشي فيه تماما، وهتغير انت مركز على ايه. هتغير تركيزك لحاجة تانية خالص انت مش متخيلها. هنتكلم اول حاجة عن السوشيال ميديا. تمام. في فخ رواد اعمال كتير جدا بيقعوا فيه، وهو انه يقول لك ايه، انا عارف الكلام ده. يعني يسمع كلام يقول لك انا عارف الكلام ده، برغم ان احنا بنقول كلام جديد وكلام مختلف وكل حاجة، بس في كلام بنقوله انت سمعته قبل كده. مش مجرد ما نرجع نقوله تقول لا انا عارف الكلام ده. ده انت كده بتقفل دماغك من ناحية الكلام. انت ممكن تشوف الكلام ده نفسه هو تاني بشكل مختلف. دي من الحاجات الخطيرة جدا، ان انت تقرا العنوان بس كده بتاع الكتاب تقول انا عارف الكتاب بيقول ايه. دي من حواجز التعلم، بتمنعك انك تتعلم. الحاجة التانية واللي دايما هتلاقيها جدا في مثلا في التعليقات على البوستات مثلا اللي بتتكلم في البيزنس مثلا على فيسبوك وليكن، يقول لك الكلام ده حلو بس انا البيزنس بتاعي مختلف. الكلام ده حلو بس الواقع مختلف. بتشوفوا الكلام ده؟ اه، بنشوفه فعلا. في ناس كتير يعني بتفتي. اه، يقول لك ايه، لا لا الكلام ده البيزنس بتاعي مختلف عن الكلام ده. تمام. انا اقول لك بقى، يعني بعد اكتر من 30 بيزنس والتعامل مع مئات العملاء والاف الاستشارات والمشاهدات، البيزنس واحد، مش مختلف ولا حاجه. اه، في اختلافات فنيه من صناعه لصناعه او من مجال لمجال، لكن البيزنس بشكل عام اداريات، تسويق، بيع، ماليات، قياده، حاجه واحده. بدليل لما بكلمك عن مشاكل واجهتني بتلاقيها واجهتك، سواء دلوقتي بتواجهك او واجهتك قبل كده. بيحصل ولا لا؟ لانه طريق واحد. لكن الشخص اللي بيقول الكلام ده عقله بيخدعه عشان يمنعه من التعلم مش اكتر. اللي هو انا عارف الكلام ده، او البيزنس بتاعي مختلف. يعني دي اخطر، يعني في بره البيزنس حتى في العموم كلمه انا عارف الكلام ده خطيره بتمنعك تتعلم. انما في البيزنس بالذات اخطر كلمتين في البيزنس او 3 كلمات في البيزنس: البيزنس بتاعي مختلف. واصله النقطه دي يا جماعه؟ يعني من الخبره والتعامل مع بيزنس كتير وبرصيد استشارات كبير اقدر اقول لك اهم المشاكل اللي بتواجهك في البيزنس بتاعك من غير ما اعرف مجالك. تخيل. متخيل ان انا اقدر اقول لك من غير ما اعرف انت شغال في ايه المشاكل اللي بتواجهك في البيزنس بتاعك، من غير ما اعرف هو انت شغال في ايه اصلا. طيب، هوضح لك الكلام ده. خلينا في الاول نتكلم ازاي بنصنف البيزنس من حيث الحجم.